تتحرك عقارب الساعة بصمت معلنة بداية ونهاية وقت ما، وقت نتحدث عنه كثيرا ولا نعرف ماهيته. هكذا يستيقظ التونسي كل يوم ليجد نفسه في صراع مع هذا الافتراضي، لكن بوتيرة تختلف من شخص لآخر لتتباين الآراء حول استغلال وأهمية ما يسمى بالوقت. عندي برشا بطال ما نعرفوش معناها الوقت برا، حسوا كان ثم فلوس تلقى وقت، ما ثمش فلوس ما وقت كيف كيف. الوقت هين بالنسبة لي حاجة ضرورية، معناها باش نستعمل وقتي معناها الكل فهمت، والوقت فراغي نعديه ماشي نعمل شوبينج، نحوس انا وصحابي. تتسارع خطانا اليومية وتتثاقل ضمن زمن قيدته معالمنا الثقافية والاجتماعية لتؤثر خلالها أحداث الراهن ومستجدات اليوم في تحديد علاقتنا بالزمن. عندنا فكرة أنه نعيش في أزمة، أن الإنسان يجتهد ويستغل وقته في الدراسة إلى آخره ثم ما يلقاش عمل، وبالتالي كل هذه المعطيات تشكل ذهنية كاملة تأثر على توزيعنا للوقت. إن فاعلية الزمن أو الوقت أثرت في حياتنا اليومية والنفسية، فلا فرق بين من هو يعمل ويتسارع مع الوقت لإكمال عمله أو من هو لا يعمل وينتظر مرور الوقت بسرعة. بقدر ما يكون الإنسان في حالة فرح تمضي الساعات سريعة، وعندما يكون في حالة بؤس أو لا فاعلية نشعر بأن الوقت يمضي بطيئا. هذا الزمن النفسي وليس زمن الساعات. الزمن الساعات دقيقة فيها 30 ثانية لا يتكرر، ولكن إحساسنا بالزمن هو الذي يختلف نتيجة وضعيتنا. هذا يحتاج منا إلى مراجعات فكرية قيمية، ويحتاج إلى مراجعات في مجال التنظيم الحياة الاجتماعية نفسها. يبقى الوقت فاعلا فينا رغم أننا لا ندركه، ليكون بذلك سلاح ذا حدين. اختلفت الآراء وتعددت لتجمع كلها على أهمية الوقت، لكن وبالرغم من هذا يبقى التونسي متأرجحا بين كفتين، كفة الجلوس في المقاهي والاستمتاع بوقته، وكفة تسعى لإكمال وقتها لعلها تفيد المجتمع. فلكل امرئ من دهره ما تعود. هذه جد لقناة المتوسط، تونس.